ومكسوفة برضك تقدمي المحشي من غير أي حاجة جنبه؟ لا بقى، تعالي نعمل لك بقى أحلى خلطة والكل هياكل منها وهيبقى رضا قوي. أول حاجة هنقولها ما يحلى الكلام اللي بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل خلطة المحشي اللي احنا كلنا عارفينها. هنحط معلقة سمنة كبيرة وهننزل عليها ببصلاية مقطعة مكعبات صغيرة، ونديها كده تقليبة. نكون احنا مسبكين بقى الطماطم بتاعتنا زي ما احنا عارفين ومتعودين عشان تدينا اللون الحمار الحلو بتاع ايه؟ بتاع المحشي. وانزلي بقى بالبهارات بتاعتك، حبه ملح، حبه كمون، حبه فلفل اسود، حبه كده نعناع صغيرين كده ناشفين نفركيهم حلو. وبعد كده انزلي بالرز وانزلي بقى بالخضره وقلبيهم كده حلو. وبعد تكون انت بقى مجهزه الكرنب بتاعك والتقطيعه بقى اللي انت حباها كبيره صغيره اعمليها. وبعد خلصي بقى الحشو كله واركنيهم على جنب. وتعالي بقى نعمل خلطه الفراخ بتاعتنا الجميله. هنجيب بقى بصلايه مقطعه مكعبات صغيره، ونجيب حته ليه كده مفرومه ونحط عليها مكعب مرق، حبه ملح، حبه فلفل اسود، بهارات فراخ، وندعكهم حلو. هنا بقى لازم تظبطي ملحك علشان انت حاطه ملح وبهارات في الايه؟ في المحشي. وانزلي بقى بالفلفل الالوان، كام طماطميه كده مبشوره حمراء، قلبوهم حلو. وبعدين هناخد بقى معلقتين من الخلطه ديت هنركنهم على جنب. وهاتي بقى الفراخ اللي عندك، انا عندي وركين قطعتهم كده صغيره كده وهيربوا بقى معايا كتير. عندك فيليه حطي. قلبتها بقى في الخلطه الجميله اللي ريحتها بقى تحفه. وبعد كده جبت بقى الطاجن بتاعي، الصينيه بتاعتي، وجبت الخلطه اللي انا ركنتها على جنب. ومكسوفه برضك تقدمي المحشي من غير اي حاجه جنبه؟ لا بقى، تعالي نعمل لك بقى احلى خلطه والكل هياكل منها وهيبقى رضا قوي. اول حاجه هنقولها ما يحلى الكلام اللي بذكر النبي عليه